السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شو اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان اليوم نلقاكم في اتم الصحة والعافية، ومرحبا بكم من جديد في القناة ديالي. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وتخليو لي التعاليق ديالكم. اليوم ان شاء الله غنديروا معكم قنينطات او لي سيغار بالشعرية الصينية والكبد الدجاج. راه كيجيو رائعين جدا وكيجيو بنان وكيجيو مقرمشين. كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك. بغيتوا تعرفوا المقادير وطريقة التحضير؟ يلا معايا حتى الاخير. على بركة الله. إذا غادي نحتاجو المقادير التالية، مقادير سهلة وبسيطة. هنايا خديت شامبينيون ديال العلبة. إلا بغيتو ديرو شامبينيون نوار ديروه. هنا كبدة ديال الدجاج اللي سلقتها مع شوية ديال الحامض والملحة والخل. الشعرية الصينية اللي درت فيها الحامض المصيّر واللب بالحامض المصيّر. عندنا الزيتون مقطّع هكدايا، وعندنا الورقة من طبيعة الحال. إذًا هنايا كندمجوا المقادير. إذًا درت هنا الشعرية الصينية، قطع الحامض المصيّر، اللب ديال الحامض المصيّر. ضفت هنا شوية ديال العصير ديال الحامض، شوية ديال الخل. درت الكبد ديال الدجاج وشامبينيون. درت هنايا الكركم والملح حسب الذوق، وشوية ديال الهريسة أو الحار، كل واحد يعني شنو تيقول لها. كنخلطوا المقادير كلها وشوية ديال زيت الزيتون. كنخلطوا المقادير وكنعمروا الورقة ديالنا على شكل لي سيغار، وكنقليوهم في الزيت. يعني راه كلشي كيعرف يصايب لي سيغار. هذاك الشيء علاش أنا اختصرت. ملي كنقليوهم في الزيت كنصفيوهم جيدا. كيطلعوا على هذا الشكل هذا وراه كيجيو رائعين جدا، وراه كيجيو بنان بنان بزاف وكيجيو خطيرين. كنتمنى أنهم ينالوا الإعجاب ديالكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وخليوا لي التعليق ديالكم. مع السلامة وفي حلقة أخرى إن شاء الله. إلى اللقاء.